المملكه المغربيه اسمع هذه خويا محمد، بعد ما حققت اكتفاء ذاتي من الرذيله ولا اصبحت تصدر الفساد. الكراغله الدعاره كانت عندهم قبل من يدخلوا العثمانيين. فاش دخلوا العثمانيين هما تصدموا، حيت العثمانيين هما اللي كنشروا الدعاره في الولايات تاعهم. دخلوا العثمانيين تصدموا، شافوا ستاج اخر، ستاج الوحش. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير اخوتي المغاربه. مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن مع نفس الموضوع، حيت هاد الايام كنهضروا على هاد الشيء. الغالب الله هاد الشيء اللي كاين، هاد الشيء اصلا حنا عينا منه، حنا كنهضروا عليه ولكن راه عينا منه صراحه. باش ما نطولش عليكم ندخلوا نيشان في الفيديو، نهضروا على الاستقبال اللي داروه المغاربه للكراغله. هادشي اللي كاين، الاستقبال المغربي اللي دار للكراغله. بغيت نعطي الراي ديالي فيه، وبغيت نعرف بعد الاراء ديال المغاربه. الاستقبال المغربي اللي دار للكراغله انا شخصيا ما عجبنيش. انا كوني بنت مغربيه ما عجبنيش الاستقبال. نقدر نتفهم باللي ما نقدروش نديروا الرد بالمثل ونجرجروهم حتى هما 10 السوايع في المطار ونجلسوهم على البروده، ولكن على الاقل ما غاديش نستقبلوهم بهذيك الطريقه. الحليب والتمر والورد ومرحبا بك في بلادك الثانيه. هادشي لاش اللي كنعرف هو الاستقبال يكون شي حاجه رسميه، شي حاجه بارده عاديه، تستقبلوهم. ما بغيتوش ديروا لهم الرد بالمثل، طبيعه الحال حنا معاكم، ما ديروش الرد بالمثل، ولكن يكون تجاهل، يكون نخال، ما تعطيوهمش قيمه. الكراغله ما عندهم قيمه، الكراغله ما كيسواو قدام المغاربه والو، بدون قيمه. المغاربه هما اللي عاطينهم هذيك القيمه. التجاهل والنخال، وكل واحد تحطه في بلاصتو، كل واحد توريه قيمته. هادشي اللي خدام. بالنسبه لي انا الاستقبال كان خاصو يكون رسمي، خاصو يكون شي حاجه عاديه. السلام عليكم، دوزها الكار، سالينا ليش هذيك مرحبا بك في بلادك الثانيه، وهاك الورد، هاك تمر المجهول، هاك الحليب. اول مره الكرغولي كيشرب الحليب بلا ما يدير الصف، اول مره يشرب حليب طري. فضل المغاربه. واش هادشي كان مفروض علينا؟ ما كانش مفروض علينا. وهذوك لي باج التجاريه اللي كيبداو عليك بالعداوه ثابته والصواب كاين ولا ما نعرفش ديك الهضره، هذيك ما كتطبقش على الكراغله. العداوه ثابته والصواب كاين، ديروا اخويا مع اسبانيا، هذوك راهم اعداء، ولكن كنعرفوا قيمه بعضياتنا، هما كيعرفوا قيمه المغرب، وحنا كنعرفوا قيمه اسبانيا. هذاك هو العدو اللي كنعرف انا. اما الكراغله راهم ما واصلينش للمستوى ديال يكونوا اعداء ديال المملكه المغربيه. بالنسبه لي راه باش انك تسميهم عدو راك عطيتيهم واحد القيمه. بصح هما راهم حاليا اعداء، ولكن ماشي اعداء اللي مولفين عليهم حنا على مر التاريخ. راه غير كراغله، اش من صواب يستاهلوا النخال، التجاهل، وما تعطيش قيمه. وفي الاخر الكرغولي باش يعجبك غير طلع في الكار وهو يدير الصبع المغاربه. تقاليد مغربيه تستقبل لي الضيف اللي كيستاهل بالحليب والتمر. اما الكرغولي تجاهل، ما تعطيش قيمه. اما اللي كيقول لك لا راه حق محقره الكاف كانت تما، الكاف كانت تما واخا، ولكن واش فرضات عليك الحليب والتمر؟ لا، قلت لك غير البروتوكول، دير معاهم غير الواجب ديال الاستقبال. السلام عليكم، زيد هالكار اللي يديك لوطيل فين تستمتع واحد اليومين، تفوج على قلبك، تشوف المناظر اللي ما كتشوفهاش في بلادك. في السعيديه البلاصه اللي ماتوا فيها المغاربه في الصيف، الله يرحمهم. وباش مكملينها، فاش وصلوا ثاني لوطيل استقبالات اخرى، الحليب والتمر ثاني حاطين لهم سربايات. علاش حاطين بنات مغربيات هما يسربيو الكرغولي اللي حاط رجل فوق رجل؟ علاش جيبوا لهم رجال اسيدي يديروا لهم داك الشيء فوق الطبله ونوضوهم ياكلوا، نوضوا الزمر يعلف؟ لاش جايبين لي سربايه؟ راه في التويتر شابين فينا سبان، حيت الكراغله واخا دير اللي درتي
قوم ما كيمرقش، قوم ما كيحشمش، قوم ما عندوش ما مأدبش، ما كابرش في الاداب، كابر غير في الهيماج في البورديل. هادشي باش كابر الكرغولي. الكرغولي ما كيعرفش شنا هي الصواب، شنا هو الاداب، شنا هي والو. من امتى المرأة المغربية هي اللي كتسربي الرجل؟ من امتى؟ ياك نتوما كتطبقوا العادات والتقاليد والحليب والتمر، واخا طبقوهم. من امتى انت كيسربيو الرجال عندنا في العادات؟ من امتى؟ انا اللي كنعرف ملي كيجيو عندنا الضياف، اللي كنعرف الرجال كيسربيو الرجال والنساء كيسربيو النساء. حتى من اتي هو الاخر، ولا مثلا الشوا كيصايبوا الرجال. كاين في بعض المناطق في المغرب طاجين كيصايبوه الرجال. كيفاش مخلين لهم بنات يسربيوهم؟ غادي تقولوا لي كيف ما كيقولوا في لي كومونتير لا راه هذيك خدمتها راه شي حاجه عاديه، ولا كان الكرغولي شافها بديك الطريقه فراه المشكل في عقله. هي المشكل في عقل الكرغولي. والمغاربه خاصهم دابا يمشيو يتعاملوا على حسب العقل ديال الكرغولي. راه ما يمكنش انك تتعامل مع كاع الناس بنفس الطريقه، وراه ما يمكنش. راه كل واحد خاصك تتعامل معاه بالطريقه اللي كيفهم. ما تهبطش النيفو ديالك وتتعامل بالطريقه اللي كيفهم. يعني ما تعطيش قيمه لشي واحد اكثر من قيمته. هادشي اللي كاين، كل واحد عطيه القيمه ديالو. الكرغولي تفكيره خامج كيضل يسب في المراه المغربيه. تحط ليه انت مراه هي تسربيه؟ ما نسربيش، ما يمكنش. هذه واحد النقطه اللي انا ما عجبتنيش. علاش كترجعوا الكرغولي الكائن الكرغولي استثناء؟ كتعاملوا مع ايها الناس بطريقه ومع الكرغولي بطريقه خاصه، بحال اخوك الصغير، بحال علاش كتكبروا ليه الشان؟ واش نفهم انا من امتى المغاربه عندهم واحد الحنان زايد من ناحيه الكرغولي؟ علاش وكيفاش؟ هذه انا مازال ما فهمتهاش. حقه حنا ماشي بحالهم، حنا المملكه المغربيه، حنا خاصنا نبينوا الاخلاق ديالنا، حنا خاصنا نبينوا العادات ديالنا، حنا خاصنا نبينوا اخلاق الملوك ديالنا. وسيدي الملوك ما عمرهم استقبلوا الكراغله بهذه الطريقه. راه غير الشعب المغربي اللي كيدير هاد الدل هذا مع الكرغولي. حتى انا بالنسبه لي ماشي كرم، ماشي ضيافه، هذا بالنسبه لي انا دل. وباش انك تبدا تقول لي لا نبينوا ليهم، انت لمن بغيتي تبين؟ وهما كيعرفوك مزيان، هما كيعرفوك لدرجه ولاو كيسرقوا لك عاداتك وتراثك وثقافتك اكثر من هذا الشيء. حقه نبينوا للعالم. انت لمن بغيتي تبين؟ العالم ما كيعرفش الكائن الكرغولي اصلا، والعالم ما كيعرفش شنو هي كرغاليستان ولا فين جات. انت لمن بغيتي تبين يا صاحبي؟ ما فهمتش انا اش هاد الدل هذا. راه كنقولها ونعاودها، راه ما كاين لا الضيافه لا كرام لا والو. هذيك سميتو الدل، سميتو الدل. الطريقه باش تستقبلونا هما وترجع لهم بهاد الطريقه راه سميتو الدل من الاخر. وانا هاد النوع راه ما كيمثلنيش، انا ما كيمثلونيش هادو اللي استقبلوا الكراغله بهاد الطريقه، ما كنعرفهمش. وهذا الشيء ما عنده علاقه لا بالدبلوماسيه المغربيه لا بالسياسه. الدبلوماسيه والسياسه عند مواليها ومع مواليها. المغرب الدبلوماسيه ديالو كتختلف ما بين بلد واخر. واش المغرب كيتعامل مع كاع الدول بنفس الدبلوماسيه؟ ما يمكنش. راه كنقولها ونعاودها، راه ما يمكنش انك تتعامل بنفس الطريقه مع الجميع. كل واحد وقيمته، كل واحد تعامل معاه على قد قيمته. العالم كامل عارف باللي العلاقات متوتره، والعلاقات ما كايناش. نسيت راه العلاقات مقطوعه. تشمل علاقات مقطوعه. يعني هذيك الضحك وداك يسلم عليا في وجهي ومرحبا بك في بلادك الثانيه. انت كيفاش بلادك الثانيه؟ كيفاش بلادك الثانيه؟ وملي يا سيدي هي بلادو الثانيه؟ ما عندنا حنا على كاع المشاكل وعلى الخريطه وديرها لا ما ديرهاش والصحراء ديالي لا ما ديالكش. ما عندنا هادشي. ياك بلادو الثاني عطيها صاحبي الارض كامله، عطيه الخريطه، عطيه البلاد، عطيه الصحراء. ملي هو بلادو الثانيه. تعلموا تستعملوا المصطلحات الصحيحه في المكان المناسب. راه ما يمكنش بلادك الثانيه. كيفاش بلادك الثانيه؟ دي ما فهمتهاش انا بعدا. راه الكراغله
تاني خرجوا قال لك ما غاديش نلعبوا. راه باينه ما كانوش غاديين يلعبوا، راه قالوها في بلادهم بلي ما غاديش يلعبوا، راهم غير جاو ما بغاوش ينسحبوا من بلادهم، قالوا تا توصل المباراه ونسحبوا، خافوا من العقوبات، واخا هما راه غادي يتعاقبوا، غادي يتعاقبوا، ولكن بغاو ينقصوا عليهم شويه الغرامه وشويه ديال العقوبات. راه نجيو لمروك نستمتعوا شويه، نتنزهوا، نتمتعوا، ناكلوا الاكل المغربي، وديك الساعه راه نسحبوا. واش كان ضروري داك الاستقبال؟ ماشي ضروري. وطلقوا عليهم الشعب، طلقوا عليهم الشعب. تشوف الاستقبالات كي دايره، لدرجه قال لك التمر باش تستقبلونا تمر كرغولي، المجهول ملك التمور رجع كرغولي. شوفوا معايا تريكت خاوه هذا واحد منهم خدام في الجزيره، فاش كانوا جراو على الصحفي عبد الصمد ما هضرش ما تكلمش لم يحرك ساكنا. ايوا دابا فاش كيكونوا المواضيع ديال الجيران والاخوه والكراغله وهذه ديما تلقاه مخشي، ديما هو قال لك نعم سيدي علاش ما نديروش خريطه المغرب كامله في التونيات ديال بركان، ونديروا خريطه كرغليستان الشاسعه في التونيات ديال الكراغله ديال الاتحاد العاصمي. تاش من شاسعه؟ اش من شاسعه؟ كيفاش دابا؟ واش نكرتوا الصحراء الشرقيه؟ واش كتنكروا الصحراء الشرقيه؟ راه خاصنا نشوفوا حل مع هاد المغاربه هادو. حاشا ولله، حاشا واش يكونوا مغاربه، حاشا واش يكونوا مغاربه، حيت جدودنا كون كانوا بهاد الدل هذا وكانوا مدلولين ومنبطيحين الكراغله لهاد الدرجه، كاع ما نكونوا مستقلين، كاع ما يكونوا عندنا دول، كاع ما يكون لا مرابطين لا موحدين لا ادارسه لا سعديين لا مرينيين لا علويين لا حتى شي حاجه. كون العثمانيين كيف ما دخلوا لعند الكراغله يكملوا لعند المغرب. كل المغرب اصلا تقسم من شحال من قرن، كون تقسم ها فرنسا ها اسبانيا ها البرتغال ها المانيا اللي جايب ياخذ ارض. كون كانوا جدودنا مدلولين بحال هاد الاحفاد اللي حاشا ولله، هادو راه ماشي احفاد المغاربه الاحرار، حاشا، هادو ما كيمثلوناش. الله يرحم جدودنا المغاربه الاحرار اللي قدروا يحافظوا على التراب الوطني، قدروا يحافظوا على التراث المغربي، وصلوا لنا الى يومنا هذا الرجوله المغربيه. ايوا سيدي، في الوقت اللي المغاربه كيستقبلوا ليا في الكراغله في بلادهم دايرين برنامج حلقه كامله كيهضروا فيها على المرأة المغربيه. كيقذفوا في شرفنا المغربيات، كيسبونا، كيعايروا فينا. نعطيك عفسه، عباك باللي في الخليج روح تخطب الطفله يقول لك جيب باسبور معاك، نلقاوك رحت لمراكش نلقاو الكاشي تاع عمرك ما يعطوكش طفله من الاخر. ما كاينش هذه غير طابيه، هذه طابه. قال لك في دول الخليج يزوجوا ناسهم ولا عيالهم يحبسوا قبل على الباسبور، واذا لقاو كاشي تاع المغرب ما يمدولوش الطفله. والله ما دير يعني يخافوا المرض يخافوا امورات. لا ماشي ما نخبوش على بعضنا. الناس على بالها واش تروح دير الناس في مراكش. علاش قلت لك كيكون عندك برودوي دابيل تولي بلاد بانيه الاقتصاد تاعها على المورد السياحي. المورد السياحي هذا يتطلب انك يكون عندك اكتفاء ذاتي. كما قال وسمحوا لي على الكلمات الرذيله شو سبب تولي لازم تحقق اكتفاء ذاتي، يكون عندك تصور. صح كان المغربي يسمع هذه خويا محمد بعد ما حقق اكتفاء ذاتي من الرذيله ولا اصبحت تصدر الفساد. شفنا مجتمعات عربيه خاصه في دوله خليجيه داروا حمله في تويتر اللي طلب النساء اللي يكسروا النسيج الاجتماعي. المغربيات يعني للاسف، وانا نقول هنا ما راناش نسبوا في المراه المغربيه، لكن نقول انقذوا المراه المغربيه من استغلال البشع. المراه المغربيه نقول استغلال جنسي، استغلال تاع شبكات التهريب. نشوفوهم دارهم ساكن. احنا لما نتكلموا فيها احنا نقول لكم انقذوهم. احنا ماناش نسبوا اطفال بوضع، انقذوا اطفالكم، انقذوا نسائكم من استغلال البشر. دوك الناس مش فاهمين ربما طريقه صياغه الكلام تاعنا فيه، يعني باش لا مفهوم احنا ما نسبوا فيها، انتم اللي راكم دايرينها هكا باش ندوركم من الاخر. فينا مصحاب خوا ما عندكم ماوات، ما عندكم خواتات، ما عندكم عيالات، ما عندكم بنات، ما عندكم نفس،
ثنيه النفس والو. كتشوفوا في الكراغله كيسبوا المراه المغربيه على طول العام ليلا ونهارا، الاشاعات كاع الوسخ ديالهم تسب فينا، كاع الوسخ ديالهم رجعوا ديالنا. هاد الدعاره، هاد السحر، هاد الشعوذه، كلشي تلصق فينا. وراه ما كيعيروش المراه المغربيه، راه كيعيروا الراجل المغربي. راه كيقول لك المثل، فاش كتبغي طيح شي بلاد كتعير النساء ديالها، كتبدا بالنساء ديالها. باش طيح رجالها كتعير النساء ديالها، حيت هي الحاجه الضعيفه اللي كتقدر انك تقرب ليها. خصوصا واحد المملكه بحال المغرب ما يقدروش يقربوا ليها، تكون كان في جهدهم يقربوا ليها، كون واصفوا عليهم شحال من عام، حيت ما قادرينش في الواقع، ما قادرينش يقربوا، غير كيتهددوا في المواقع. قرب شوف هذاك العسكري في الحدود واش كتشمش باطل تما، غير قرب دوك الاسلحه المغرب اللي كيشري، غير قرب. ملي ما قادرينش يقيسوا المملكه المغربيه والحدود ديالنا، اش كيقيسوا الشرف ديال البلاد، اللي هو المراه المغربيه. المراه المغربيه اللي ما وصلوهاش حتى في صباع الصغير، دايرين حلقه كامله كيعيروا في المراه المغربيه. الدعاره، اقتصاد كامل كيتمركز على الدعاره، على الاستيحه الجنسيه، على الرذيله. قال لك المغرب كيصدر الرذيله. كسيدي هما ماشي كيسبوا المراه المغربيه، هما باغيين ينقضوا المراه المغربيه. نقضوا اخويا الكرغوليه. دابا راه ما لقيتوش عندنا برامج ديال الرد بالمثل، اما الدواسه ديالكم عندنا موجودين. الدواسه ديالكم التاريخيه كامله عندنا. وفي التويتر قال لك واش بقى فيكم الحال، راه الواقع ديالكم هذا. واش الحقيقه كتضركم لهاد الدرجه؟ هذه ماشي حقيقه، هذه اتهامات. اما الحقيقه كتكون بالدليل، كتكون بالاحصائيات، كتكون بالواقع، كتكون بالتاريخ. تاريخكم اللي كامل وسخ عندنا راه حشومه. راه كاين الوالد كتفرج فيا، كاين والدين الناس اخرى، راه ما يمكنش نحط لكم داك الشيء هنا. راه غير كنحشموا على راسنا، فهمتي؟ راه كنحشموا على راسنا وكنحشموا من المتفرج. اما راه الدواسه ديالكم راه نحطوها كامله. راه عندكم كتب تاريخيه كتهضر على الدعاره، راه عندكم افلام كتهضر على الدعاره، افلام تاريخيه. انا ما كنهضرش على افلام ديال 2010، كنهضر على افلام تاريخيه بيض وكحل كتهضر على الدعاره. عندنا فيديوهات ديال الفرنسيين هما كيهضروا على الدعاره اللي عندكم بيض وكحل فاش كانت فرنسا تما. خصكم تعرفوا اخوتي المغاربه باللي الكراغله الدعاره كانت عندهم قبل من يدخلوا العثمانيين. فاش دخلوا العثمانيين هما تصدموا، حيت العثمانيين هما اللي كنشروا الدعاره في الولايات تاعهم. دخلوا العثمانيين تصدموا، شافوا ستاج اخر، ستاج الوحش. فرنسا اللي هي ماشي دوله اسلاميه، فاش دخلت الكرغليستان، فاش العثمانيين عطاوها الساروت ودخلت، تصدموا، بقاو داكشي هيماجي. اش داروا؟ قالوا ارا ننظموا ليهم هذاك الشيء كيفاش، ارا ننظموا ليهم، فهمتي؟ ما احتاجوش انهم يدخلوا لكم الثقافه الغربيه، ولقاو هما داك الشيء فايتهم بزاف، ولا باغيين غير ينظموها. ولات مرخصه، حيت الدعاره في كرغليستان مرخصه. نعم سيدي، ما كيعاقبش على القانون، هما كيعاقبوا غير على الا كانت شي حاجه ما عندهاش الرخصه، هذيك هي اللي كيعاقبوا عليها. اما الدعاره المرخصه ما كيعاقبش عليها القانون. كرغليستان عندهم الدعاره مرخصه، وكيهضروا على شرف واحد البلاد اللي ما مرخصاش الدعاره، حيت الدعاره بطبيعه الحال كاينه في العالم كامل، غير هي راه حشومه تكون بلادك عندها الدعاره قانونيه وتجي وتهضر على بلدان الناس. عندنا كاع الفيديوهات ديالكم، عندنا كاع فيديوهات بنات بلادكم في الخليج.
في الامارات، في السعوديه، عندنا فيديوهاتهم وهما كيديروا ريوسهم مغربيات، عندنا فيديوهاتهم في تركيا، عندنا كل شيء، عندنا مراجع مكتوبه، عندنا كتب تاريخيه، كل شيء عندنا. يعني الا كانوا المغاربه غيديروا الرد بالمثل بالبرامج، كل شيء موجود وبالادله التاريخيه. راه ماشي غير هضره، ماشي غير جلس طط هضر واتهم، لا، كل شيء بالدليل. ورغم ذلك انا عارفه بلادي ما غاديش دير رد بالمثل، ولكن على الاقل ما تسكتوش لواحد البلاد كتنشر اشاعات علينا. فين هما رجال البلاد؟ بغينا رجال البلاد يدافعوا على الشرف ديال بلادهم. هادشي اللي كاين. على الاقل يديروا برامج كيهضروا على دور المرأة المغربية في المجتمع. هذه اقل حاجة ممكن يديروها. لا اعلام، لا صحافة، لا يديك لا يخليك. حتى يولي الكرغولي، ولد فيلاج اللفت، ولد القصبة، ولد الحي العسكري، ولد سيدي بالعباس، المدينة المغربية اللي داوها باش يوسخوها، حتى هو خرج في السوشيال ميديا ويخرج عينيه ويتهم المرأة المغربية بهذاك الشيء اللي في بنت بلادهم. وبلا ما نهضروا على المثلية الجنسية وزيد والإحصائيات كتقول أنه كرغليستان جايب الرتبة الثانية في الدعارة عالميا، بلا ما نهضروا على هذاك الشيء الغير قانوني، وعلى عدد بيوت الدعارة في الجزائر العاصمة، وعلى الأطفال ولاد الحرام. أين أبي؟ ندم ما عارفش أصله، وكيهضر على المغاربة اللي أصولهم كاتبين شجرات العائلة عندنا حنا. على الأقل المغرب المجتمع ديالو رافض الفكرة ديال الدعارة والمثلية الجنسية. يعني راه لا المجتمع لا القانون في المغرب مع هاد الشيء، مع هاد الرذيلة. اما هما راه عندهم الفنانه ديالهم ديال الواي واي مثليين، وكيديروا لهم مهرجانات ويجيبوهم يغنيو. وبلا ما نهضروا على هذاك جاد المتحول الجنسي، اللي اول متحول جنسي حمل. عرفتي شنو هي حمل؟ متحول جنسي حمل ما استقاتليش في الاخر، ما كيولدش، ولكن كيقدر انه يحمل. راه بزاف ديال الهضره عندنا بنقولوا، ولكن ماشي هنا، ماشي بهذه الطريقه. كنتمنى من البرامج المغربيه ومن الاعلام المغربي يشوف لنا شي حل مع هذا، على الاقل ينشر بعدا هذاك الشيء اللي كيقولوا. غتقولي لا ما نعطيهمش قيمه، راه اش غادي ينقصنا حنا الى عيرونا؟ لا نبقاو بحال هكا 60 عام وحنا ساكتين، اش استفدنا؟ والو 60 عام وحنا ساكتين اليوم ما استفدنا والو. من ناحيه فاش كنقولوا اعطيوهم النخال، راه كنهضروا على المسؤولين، على داك الشيء الرسمي الكبير، عطيه النخال. اما مثلا المواطنين والاعلام وداك الشيء راه خاصهم يهضروا، راه ما خصهمش يسكتوا. قنوات الرسميه ممكن نتفاهم، قناه رسميه كتمثل البلاد، اعلام رسمي كيمثل البلاد ممكن، ولكن ضروري خصك توصل الميساج بشي طريقه غير مباشره. انا ضد السكات، حيت سكتنا 60 عام وما استفدنا والو. كنتمنى انه الفكره تكون وصلت. و شنقول لكم، حاولوا انكم تبارطاجيو الفيديو حيت بغينا الصوت ديالنا يوصل. حنا ضد هالدل، كنقولها وكنعاودها، هذا دل. حنا المغاربه الاحرار القوميين اللي عندنا غيره على بلادنا، على شرفنا، على قيمتنا، على سمعتنا، على كل شيء، تراثنا، تاريخنا. ما متقبلينش هاد الحاله اللي ولينا فيها مع الكراغله. شوفوا لنا شي حل. وشكرا خوتي المغاربه على المشاهده ديالكم. كنظن بلي طولت تاني، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. المغرب اولا ولا غالبا الى الله.